السلام عليكم ورحمة الله. آه، فيديو النهارده هنتكلم فيه بس مع بعض كده عن سريع كده، عن الفشل وأسباب الفشل والنجاح وأسباب النجاح والحاجات اللي أنت تقدر تقدمها لنفسك وتقدر تقدمها للناس في المجتمع وفي البيئة اللي أنت عايش فيها وتقدمها لنفسك، ويعني حاجات كتير جدا عايزين نتعرف عليها مع بعض بداية كده أنا شخصيا كيوسف، آه، يعني حياتي مع اليوتيوب أولا بدأت من 2012. بدأت من 2012 من أول ما بدأت أعمل قناة على اليوتيوب، وكانت القناة دي بهدف الربح. بهدف الربح إن أنا عايز أعمل قناة يعني تجيب ربح وخلاص. ما كانش في دماغي إن أنا أعمل محتوى، أقدم محتوى معين ولا الكلام ده كله، ولا كان في دماغي إن أنا أقدم حاجة للناس على قد ما تكون هي مفيدة الحمد لله منذ بداية تفكيري في عمل قناة على اليوتيوب وأنا الحمد لله لم أحيد عن إني أقدم حاجة مفيدة للناس، وده اللي بيخلي ممكن يكون هو اللي بيخلي قناتي قليلة في النشر أو قليلة في الانتشار أو قليلة في التفاعل أو الكلام ده كله. دي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقول عليها إن أنا يعني أحبطت مرات ومرات ومرات وما زلت محبط إلى الآن بسبب حاجات كتيرة جدا جدا. الحاجات دي اللي أنا عايز أقول لكم عليها إن هو أول حاجة ما كانش عندي محتوى أقدمه للناس، وزي ما بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. أنا جدا لو ما قدمتش حاجة مفيدة للناس يعني تكاد تكون مع اللي هم بيقدموا حاجة وحشة للناس أو حاجة مسيئة للناس أو حاجة مش كويسة للناس. فاللي أنا عايز أقول عليه إنك أنت لازم تفكر في حاجة مفيدة، وعشان تفكر تقدم حاجة مفيدة للناس مش سهلة. مش سهلة لأن الناس دايما بتحب يا إما التفاهات يا إما الحاجات الهبلة والعبيطة يا إما الحاجات الحرام، زي الرقص زي الغنى زي النكت زي الهزار زي الانتقاد، زي إنك أنت تعمل محتوى عن الجيمنج والألعاب والكورة والكلام ده كله. يعني مش هقدر أقول لك إن الحاجات دي حرام ولا الكلام ده كله، بس اللي أنا عايز أقوله إن الحاجات دي الإفراط فيها في المباحات بيدخلها في الحرام، اللي هو الآية اللي بتقول اشتروا الله لا تملكونه، أو يعني الآية اللي بتقول يعني الآية معناها يعني اشتروا حاجة تغنيهم عن ذكر الله، اشتروا شيء يغنيهم عن ذكر الله. فهي حتة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إن أنا ما حبيتش إن أنا أقدم محتوى مش كويس. مش كويس علشان الناس، علشان بمعنى صح أنا عايز أسيب سمعة أو عايز أسيب سيرة أو عايز أسيب أثر مش نافع للناس. لأنك أنت لما بتعمل قناة على اليوتيوب أو بتعمل بوست أو بتعمل أي محتوى بتقدمه للناس فأنت بتسيب أثر ليك في الحياة، والأثر ده بيبقى صدقة ليك جارية. يا إما الصدقة دي بتكون صدقة سيئة ينتفع بيها منها يعني الناس بعدك، يا إما إنك أنت تؤذيهم وده هيكون عداد للحسنات يا إما عداد للسيئات، وده ستحاسب عليه في قبرك ستحاسب عليه في حياتك قبل الموت. ففي ناس كتير جدا جدا ناجحة في الانتقاد وناجحة في التمثيل وناجحة في المحتوى اللي هو التافه والكلام ده كله، بدون ذكر اسماء. يعني ناس مشهورة وناس يعني تكاد تكون في مصاوي. يعني مش عايز اقول ان التفاهه دلوقتي هي منتشره بطريقه خزعبليه، لكني انا كيوسف ما زلت بحلم، ما زلت احلم ان انا اقدم حاجه كويسه للناس، حاجه نافعه للناس، حاجه مفيده للناس. مش عارف يعني ده تقصير مني ولا تقصير من الناس ولا تجربه خاطئه ولا لسه ما وصلتش لمرحله النجاح. لان انا عملت قناه في 2012. القناه دي وصلت ل 4000 مشترك، ولكني لم استطع ان احصل عليها لاسباب امنيه تتعلق بالقناه، واتقفلت القناه، لكنها ما زالت موجوده الى الان يعني على اليوتيوب. وعملت كذا قناه بعدها، وعملت قناه مؤخرا من شهرين او 3 شهور وصلت ل 570 او 600 مشترك يعني، والحمد لله القناه كانت ناجحه والكلام ده كله، وكنت بقدم عليها محتوى كويس جدا جدا، الى انها برضه حذفها اليوتيوب بسبب ان انا بدأ قناه فلسطينيه وبتكلم عن فلسطين والكلام ده كله. وبرضه قدمت فيها كذا محتوى يعني، فكان في لخبطه في المحتويات والكلام ده كله. دي الحاجه اللي انا عايز اقول عليها برضه ان انا في بدايه القناه اللي فاتت دي ما كنتش عارف اقدم ايه، ما كنتش مستقر على محتوى معين لان انا لخبطت فيها كتير جدا جدا. دي الحاجه اللي انا عايز اقول عليها يعني في زي ما قلت لك كده فاقد الشيء لا يعطيه. لانك انت لو ما عندكش محتوى تقدمه للناس هيبقى صعب عليك، انك انت كمقدم محتوى او كيوتيوبر محتاج تفكر كمان اكتر من المشاهد، اكتر من المتابع ليك او اكتر من اللي هو بيشوفك ويتابع قناتك والكلام ده كله. ولازم عشان تفكر تفكيرك ده يبقى عن مصداقيه وعن صدق وعن امانه وعن اخلاص ووفاء وعن عدم نشر شائعات وعدم نقل الكلام وحاجات كتير جدا جدا، وانك انت كمان تشتغل كويس جدا جدا على قناتك، يعني ما تشتغلش عليها مثلا يعني وقت اقل من الناس اللي هي مشهوره او الناس اللي قنواتها عاليه والكلام ده كله. دي الحاجه اللي انا عايز اقولها كمان انك انت علشان تبقى يوتيوبر كبير في وسط الناس المشهوره ديت تحاول ما تحطهمش كلمه ليك يعني ان هم وصلوا ولازم تبقى زيهم والكلام ده كله. انا كيوسف يعني حطيت الناس دي في دماغي ودايما يعني بحلم ان انا اوصل لهم وبحبهم. يعني بحب في ناس كتير جدا يعني باخدها كقدوه، وفي ناس بعزها على المستوى الشخصي والمستوى يعني اليوتيوبرز يعني الكويس الناجح النافع للناس. كمان
كمان يعني علشان في حاجة كمان إن أنا أصلا ما كنتش بطلع الفيديوهات ديت على طبيعتي، كنت بتعلم من الناس وأقدم فيهم والكلام ده كله. مش إنك تتعلم من الناس من العيب والغلط، إنك أنت يعني ما تبقاش أنت، ما تبقاش أنت في حاجة كويسة. ف- فشلت في حاجات كتير جدا جدا. ممكن تكون تجربتي في اليوتيوب إلى الآن مش ناجحة، وإلى الآن لم يعني أجدي نفعا من اليوتيوب، على الرغم ان انا صرفت فلوس كتير جدا جدا على قناتي، سواء دي وفي قناه كمان يعني عايز اقول لكم الحاجه دي مهمه جدا 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 صناعه المحتوى، سواء كان فيس او يوتيوب او اكس او اي او انستجرام او اي منصه عليها ربح او الكلام كله او صناع محتوى. ما تروحش لحد يطلعك ريتش او يرفع قناتك او يكسب قناتك او يحل مشاهداتك او يزود لك مشتركين والكلام ده كله، لان ده يعني هيموت لك القناه. ومن غير انه في ناس نصابه، في ناس نصابين يعني ما بيوصلوش للمرحله اللي هي مطلوبه، او ما بيوصلوش للنجاح اللي هو مطلوب والكلام ده كله. او بمعنى صح، كل واحد عايز مصلحته. وكمان عايز اقول لكم حاجه، انك انت عايز ناس حقيقيه، محتاج ناس حقيقيه تبعك، محتاج تشوف مجهودك، محتاج تشوف الناس الحقيقيه اللي تبعك، مش الناس مش اوهام. عشان كده برضه اليوتيوب برضه بيجي مشاهدات كتير ومشتركين كتير وبيعمل حاجات كتير جدا جدا فعلا. ف يعني بتمنى وبحلم يعني ان قناتي توصل لمليون مشترك، او على الاقل يعني ان انا اكون وصلت لرسالتي واكون وصلت للربح اللي انا عايزه. يعني انا بعمل ليه كده، او يعني متشبث ليه باليوتيوب ومصر على ان انا عايز انجح على اليوتيوب والكلام ده كله. انا كيوسف لقيت نفسي في الحاجه دي، او بمعنى اصح حابب المجال ده، بس يعني مش عندي وقت، مش عندي وقت ان انا يعني اعمل فيديوهات كتير، او انتج فيديوهات بطريقه عاليه الجوده، او ان انا اجيب مايك او سماعه او اجيب كاميرا او الكلام ده كله. امكانيات قليله وجوده قليله ووقت مفيش، فده كله بيقلل من تفاعل القناه وبيقلل من جوده القناه والكلام ده كله، وحاجات كتيره جدا جدا. وكمان عايز اقول لكم حاجه، انك انت لازم تبقى واخد بالك كويس جدا جدا من انك انت تراعي حته انك انت بتصرف على قناه وبتصرف نت وبتصرف فلوس وتضيع من وقتك وده كله، ومش عارف هل هتوصل لحلمك او هل هتوصل للنجاح اللي انت عايزه او مطلوب. فده مش سهل، مش سهل علشان توصل لحاجه زي كده بسرعه، او توصل لحاجه زي كده يعني زي ما انت عايز. كمان يعني في ناس بيقول لك انت لو انت اديت الشيء كلك هيديك جزء منه، فانا عكس كده تمام. في ناس طبعا هتقول لي طبعا طب انت ما بتعملش حاجه خالص وعايز تنجح ازاي؟ عايز انجح ازاي؟ لان انا عندي خبره الحمد لله مش كويس، مش قليله. عايز انجح لان انا فعلا بقدم محتوى، مش بقدمش محتوى، الحمد لله بقدم محتوى. في ناس بتقدم محتويات تافهه وبتبقى ناجحه ما بتاخدش من وقتها حاجه والكلام ده كله. بس المحتوى يعني خدها كلمه مني او خدها معلومه مني او الكلام ده كله، ان دايما المحتوى النافع اللي فيه ما بيبقاش ناجح على قد كده. فانت لازم تتعب شويه علشان توصل، لازم تصبر شويه عشان تنجح، لازم تكافح شويه عشان توصل، لازم تتعب. فحاجه اخيره عايز اقول عليها بس، انك انت لما تشتغل على اليوتيوب وتعمل قناه ويبقى عندك شغل تاني، لازم تبقى واثق 100% انك انت يعني موازن ما بين الاتنين، بين الشغل الثابت والشغل اللي هو الاضافي. الشغل النت ده شغل اضافي مش شغل اساسي يعني. فحاول انك انت تحافظ على شغلك وتحافظ على كاريرك، لان مفيش حاجه امنه في الدنيا، مفيش وظيفه امنه، مفيش وظيفه امنه. بس يعني اكاد اجزم ان خبرته قليله على اليوتيوب، مش عارف ليه يعني. فاتمنى يعني كل الناس اللي هي بتتابع الفيديو دوت، او كل واحد شايف الفيديو دوت يعني يدخل يعمل اشتراك في القناه ويقول لي رايه ايه في المحتوى بتاعتي او في المحتوى بتاعي. لان انا طلع عندي افكار كتيره جدا جدا، لكن آه، مش عايز انزل الافكار دي كلها، او مش عايز انزل الفيديوهات دي كلها والقناه لسه ما نجحتش، علشان اوصل الافكار دي وعلشان ان انا اتحمس، او علشان انا ابدا اشتغل كويس او انطلق في شغلي، محتاج حد يدعمني باشتراك، بكومنت، بلايك، برايه، باي حاجه. فده انا متوقف عليه لان انا حاسس ان انا بشتغل على الفاضي، لان قناتي فيها ما يقل عن 20 30 فيديو ولسه ما فيهاش ولا 6 مشتركين. ده غير ان هو الفيديوهات دي ما بتوصلش لعدد مشاهدات معين. الحمد لله يعني بشتغل يعني على السيو بتاع اليوتيوب، يعني التاجز بتاعت اليوتيوب اللي الناس عارفاها اليوتيوب مش عارفاها، بشتغل عليها كويس جدا جدا، بشتغل عليها كويس وبعمل صوت وصور كويسه وحاجات كتير يعني الحمد لله. بعكس ما في ناس بتبقى اقل مني في الجوده والكلام ده كله، لانهم بيكونوا مشهورين وفي مصر على اليوتيوب. لو في ناس عندها خبره او في ناس مروا بنفس التجربه اللي انا مريت بيها، بتمنى انهم يعني يدوني رايهم ويدخلوا على القناه ونتكلم مع بعض ونشوف الدنيا ايه، ونوصل لحل ان احنا